وحشتكوا صح؟ الكاميرا عاملة كده ليه؟ A few moments later. وحشتكوا صح؟ ان شاء الله اكون وحشتكوا. وانتوا وحشتوني، يعني انا عارفة ان كل مرة بقول لكم وحشتوني عاملين ايه، بس هو المرة دي انتوا وحشتوني بجد. وحشتوني ليه بقى؟ وحشتوني ليه هقول لكم. وحشتوني عشان انا مش فاكرة اخر فيديو عملته كان امتى، يعني انا بقالي مختفية قد كده وجايه لكم وانا مكسوفه منكم، لان المده اللي انا غبت فيها وانا اخر مره بقى الحماس بقى خدني وهرجع لكم وهعمل لكم مراجعات، ما رجعتش. يعني اخدتها على وشي الفتره اللي فاتت، ولما اخدتها على وشي اتدلقت تاني وغبت عن اليوتيوب. يعني مش عارفه يعني هفضل لحد امتى كده. انا عارفه ان في بدايه السنه قلت ان انا هيبقى في فترات وقوع وقوم، بس بقوم يا هنقع ونقوم. بس انا وقعت ما قمتش، يعني وقعت فتره ما قمتش بقى فيها. ايه اللي حصل فيها؟ حاجات كتيره قوي، بس من ضمن الحاجات الكتيره دي حاجه واحده اخيرا جاي اكلمكم عنها، واتمنى تكونوا مبسوطين معايا في حلقه النهارده والفيديو اللي هنعمله النهارده، لان راجعين له بعد شقه وتعب كتير، وعذرا عن اي دوشه حاصله حواليا، بس النهارده يوم جد واجتهاد والناس نازله اشغالها ونازلين امتحاناتهم، فاحنا هنتغاضى عن كل الدوشه دي وهنرجع لفيديوهاتنا بتاعه كل فتره، وان شاء الله ما تبقاش كل فتره، ونبدا نداوم عليها لفتره قريبه. النهارده اكلمكم عن حاجه طلبتوها مني كتير قوي، وانا الصراحه كان نفسي ارجع لها. بما اني ما رجعتش لاي فيديو اصلا، فانا قلت ارجع لمحتواي الاصلي وهو الكتب. انا عارفه ان انا وحشتكم بمراجعاتي، يعني مراجعاتي وحشتكم، لان انا اديتكم كم حماس كبير قوي بمراجعات كتير فتره، فجاه راحت المراجعات. انا بقيت رغايه ولما نزلت شغل الفتره اللي فاتت حصل حاجه خدت بالي منها ولازم انبه عليا في الفيديوهات بيها. انا اكتشفت ان انا اجتماعيه بزياده. اجتماعيتي اللي بزياده دي بقى ايه؟ لازم نحط لها حد. ليه؟ لان اجتماعيتي بره دي حاجه حلوه، بس اجتماعيتي في الشغل مع العملاء دي مش حاجه حلوه، لان الموضوع بقى بيتخطى مرحله العميل محتاج ايه اعمله له، واحنا بدات اشوف العميل هيطبخ ايه، فانا بدات اتدخل في خصوصيات انا ماليش دعوه بيها، وبقيت بتحط فيها بسبب اجتماعيتي. يعني مش عارفه، انا العملاء بقوا بيرتاحوا لي لدرجه اتمنى تقف، يعني خلاص كفايه. فعودا حميدا ليا وللقناه بتاعتنا الجميله ولمراجعاتنا، عشان النهارده انا جايه لكم بمراجعه اخيرا مراجعه، ومش اي عمل من اللي انا قلت لكم هعمل له مراجعه الفتره اللي فاتت خالص، يعني انا متراكم عليا خيبات قد كده المراجعات يعني. بس النهارده جايه لكم بعمل انا لسه مخلصاه وخلصته في يومين، مش عارفه عشان هو كان حاجه حلوه ولا حاجه وحشه، بس انا كنت متردده جدا ان انا اعمل لكم عنه مراجعه. المراجعه بتاعت النهارده لعمل ما يقراهوش حد اقل من 21 سنه. بنبه على المعلومه دي، اقل من 21 سنه يا جماعه العمل بتاع النهارده ما يتقريش، فوق ال 21 فمسموح بالعمل يتقري. فخلونا نبدا فيديو النهارده، وبتمنى تكتبوا لي انتوا متابعيني الفتره دي جيتوا لي منين، يعني اللي متابعني ده جاي من انهي بلاتفورم انا عليه، يعني قول لي انت جاي لي منين كده، انستا، جاي لي فيسبوك، جاي لي من تيك توك، قول لي بجد. ولو انت من اليوتيوب اصلا اصيل متاصل في اليوتيوب قول لي انا جاي لك من اليوتيوب، هيفرحني اكتر. فيلا بينا نبدا فيديو النهارده، وما تنسوش انكم تعملوا لايك واشتراك وتسيبوا لي كومنت تردوا فيه على اسئلتي اللي انا بقعد اسالها لكم. ما بتردوش عليا دايما، لا الصراحه بتردوا، بس انا لما بغيب بتبداوا تطنشوني، وهي بحقكم الصراحه، بس يعني شجعوني عشان اكمل في اللي جاي. ومراجعه روايه جديده في 2024. رواية النهاردة لكاتب أنا أول مرة أقرأ له عمل ورقي، خلينا متفقين على ده. أنا بحب كتاباته جدا اللي موجودة على موقع إكس اللي هو تويتر، أو على الفيسبوك بتاعه، بس أول مرة أمسك عمل كده ورقي أقرأه له، وجبته بمحض الصدفة أصلا. فلما قرأته اترددت كتير جدا قبل ما أكلمكم عنها. أنا مش عارفة كنت أكلمكم عنها ولا لأ، هي مناسبة ان انا اتكلم عنها ولا لا. اترددت اصلا اقول هي تناسب انهي سن، يعني اللي هو لا انا عايزة حد ناضج وكبير كفاية لما يقرأ العمل ده يستوعبه، مش بسبب قوة القلم، بس في تفاصيل حرفيا ما ينفعش يقرأها حد صغير، ما ينفعش يقرأها حد في سن مراهقة، لازم اللي يقرأها حد في سن النضج. وسن النضج بنقول عند 21 سنة، بس خلينا متفقين مش كل اللي عنده 21 سنة ناضج كفاية. فلو انت شايف نفسك كده بينك وبين نفسك مش ناضج كفاية، بلاش تقرا الرواية دي. رواية النهاردة من إصدار دار تشكيل للنشر والتوزيع. دار تشكيل الحقيقي ليها أعمال كتير أنا بحبها، ومن الدور اللي لسه مكتشفاها جديد ومكتشفة أعمالها جديد،
بس حقيقي بدات احب اعملها كده، واللي هو لا انا عايزه اجيلكوا في كل معرض. بس المهم روايه النهارده للكاتب محمد طارق، روايه باريس لا تعرف الحب، زي ما قلت لكم للكاتب محمد طارق، ومن اصدار دار تشكيل للنشر والتوزيع. انا كنت فاكره نفسي ان انا من الكتاب اللي بتكتب حزين بس، واللي هو يا مريم ما كفايه بؤس وحزن في كتابتك، بس اكتشفت ان في حد بيكتب بطريقه حزينه اكتر مني وابأس مني. قد يكون مفيش مقارنه اصلا ما بين حزني وحزن الكاتب ده. يعني هو انا بدات وانا بقرا العمل حسيت ان انا محتاجه ادخل معاه في مناقشه واقول له قول لي حاجه واحده عدله، بس قول لي حاجه واحده اتبسط منها وانا عايشه، يعني قول لي حاجه بس احط فيها امل في حياتي، لا اهل كويسين ولا حبايب كويسين ولا اي حاجه ولا اي حاجه، كله سواد سواد. فاللي هو انا مش عارفه ليه كده، يعني الموضوع ما بقاش حزن، ده بقى سواد سواد يا برشدي. وزي ما بيقول لك الكاتب فعلا هو حاول يجمع ما بين الحزن والفرح، بس هو بيحاول يجمع مع الفرح ما وقعش في ايديه، يعني هو ما عداش في القصه. وحقيقي بدون مبالغه هو قوه قلمه في وصف الحزن ومشاعر الضيقه رهيبه. بس انا اللي ضايقني بجد ان الروايه كلها كان محتاج يتحط عليها شويه بهارات، والبهارات دي مزيد من الفرح. فباريس لا تعرف الحب هو حقيقي باريس لا تعرف الحب اللي عدى هنا هو كله احزان وجراح. روايه النهارده متقسمه ل4 فصول. الفصل الأول بيقولك ما دمت تعيش على الأرض فتوقع كل شيء، فلا أحد فوق الطبيعة البشرية. وتوقع كل شيء فهو توقع مزيد من الحزن والبؤس. روايتنا بتدور أحداثها مع عمر، الكاتب عمر، وهو بطل الرواية دي واللي بتعيش من خلاله أحداث كتير جدا. تبدأ الرواية بلورين حبيبة عمر اللي بتقرر إنها تسيبه فجأة، فبيبدأ من هنا أحداث الرواية والمغامرات والتعب النفسي اللي بيعيشه عمر. وفي رحلته دي بيقابل ناس بمشاكل تانية نفسية بيبدأوا يحكوا لك عنها، منهم الدكتور اللي كان بيعالج عمر لما عمر فقد الوعي بسبب حزنه على لورين اللي سابته. وخلينا عارفين برضو ان الأحداث بتدور في باريس، أو بمعنى أصح أغلبها بره مصر أو خارج الدول العربية. ففي الوصف بتاعها هتلاقي في مواقف بيحكيها الكاتب قد تكون لا تتناسب مع أي حد 21 سنة. الكاتب في وسط الرواية بيعرض لك قضايا بتحصل كتير في المجتمع، وأحيانا القضايا دي بتحصل مع البنت جوه بيتك من خلال أسرتها ويتعرضوا ليها، واحنا وقتها ما بنصدقش البنت وبنكذب ده كله. ده بيوصلنا لكوارث أكبر. الكاتب كان دقيق في وصفه، اللغة كانت حقيقي جميلة وسليمة وممتعة، مش عايزة حد يكون ما قرأش قبل كده، يعني لازم تكون قارئ أصلا، لأن الرواية مزيج ما بين العامية والفصحى، فبالتالي انت لو ما كنتش قارئ بقالك مدة ممكن ما تستوعبش اللغة العربية اللي موجودة في الرواية دي. بالإضافة لاختلاف الثقافات ما بين الشرق والغرب بيخلي فيه شوية أمور هما بيحسوا إنها عادية، بس في الشرق هي بتبقى عيب وحرام وما تنفعش. بس بما ان الاحداث بتدور في باريس فكان طبيعي الكاتب ممكن يتكلم عن المواقف دي او عن طبيعة الغرب. الرواية بشكل عام ممتعة، تقييمي ليها ممكن يكون 8/10، لان انا ما بحبش الاعمال الريتم بتاعها يعتبر 1. الريتم الواحد فيها هو مرحلة الحزن اللي بيعيشها كل شخص سواء كان رئيسي او فرعي في الرواية دي. بالاضافة اني ما بحبش جزئية ان انا اضطر اصنف العمل لانهي فئة عمرية بسبب استخدام الفاظ لا تتناسب مع السن. بحب دايما العمل اللي انا اقراه ابقى قادره ان انا اعرضه على اعمار مختلفه ويستوعبوه. ممكن اصنف عن طريق الفكره ان الفكره صعبه على حد سن صغير، او الطريقه اللي اتسرد بيها العمل تقيله عليه وعايزه يكون قارئ بقاله مده وكبير في السن عشان يستوعبها. لكن ان انا اقول السن ده ما تناسبش معاه بسبب الفاظ مستخدمه معينه او وصف معين او قضايا معينه، ما بحبش ده. العمل لو انت مكتئب او حزين مش هتحس ان هو خرجك من مود، بل بالعكس ممكن يغرزك اكتر في الحزن بتاعك. لو انت عايز تفصل بعمل ما رشحلكش العمل ده. في بعض الصفحات وانا بقرأ العمل كنت حاسة ان السرد بزيادة او الحوار بزيادة لدرجة ان انا كنت بمل،
فبحس ان انا مش هقرا الصفحه دي، ولما ما بقراهاش فعلا بلاقي ان مفيش حاجه نقصت، انا قادره اكمل الاحداث تمام عادي. فده شيء برضو بيضايقني. يعني انا بحب دايما لما اقرا عمل احس ان انا مستمتعه بكل تفصيله مكتوبه فيه، ما احسش ان التفصيله دي انا لو زقتها او ما قريتهاش عشان اجري في العمل او اقراه كله بسرعه، احس وقتها ان ما كانش ليها لازمه، او عادي برافو انك عديتيها. طبعا اختلاف الرأي لا يفسد للود قضية، فممكن تكون مختلف معايا في الرأي، ده ما يزعلش. المهم انك برضو تقولي رأيك في العمل اللي انا اتكلمت عنه. وبس كده نبقى خلصنا النهاردة كلامنا عن رواية باريس لا تعرف الحب، واتمنى ان شاء الله يكون العمل اللي جاي بسرعة اتكلم عنه وما اطولش عليكم. ورشحوا لي كده في الكومنتات عايزيننا نتكلم عن ايه الفترة اللي جاية، لو مش هنتكلم عن كتب بس. واشوفكم على خير، باي باي.